لو دماغك مش بتسكت وبتفكري في نفس الموضوع 100 مرة في اليوم، فانت مش ضعيفة، انت عندك قلق. في ناس كتير بتفتكر ان القلق ده ضعف، او انك مكبرة الموضوع زيادة عن اللزوم، فمش بتدور على حل. لكن الحقيقة مختلفة خالص. القلق في الأساس بيجي من إن عقلك بيحاول يحميكي على قد ما يقدر، فبيخليكي تفكري في كل الاحتمالات الممكنة، وعايزة تسيطري على كل حاجة قبل ما تحصل. المشكلة بقى إنه كل ما بتحاولي تسيطري أكتر، كل ما القلق بيزيد والتفكير بيكتر، وبتلاقي نفسك دخلتي في دوامة ودايرة مش بتقف. الدوامة دي تفكير في قلق فمحاولة سيطرة في إرهاق، وبعدين ترجعي لنفس النقطة تاني، تفكير في قلق فمحاولة سيطرة في إرهاق، وبعدين عشان كده ناس كتير بتقول أنا تعبت من كتر التفكير ومش عارفة أبطل. فلو حاسة إن ده بيحصل لك، فحب أقولك إن ده شيء طبيعي جدا، ومش معناه إن فيكي حاجة غلط خالص. ده معناه إنك محتاجة تتعلمي طريقة مختلفة تتعاملي بيها مع أفكارك، مش إنك تحاربيها، لأن ده مش الحل خالص. فأنا الفترة الجاية بإذن الله هبدأ أتكلم بشكل عملي جدا عن إزاي تفهمي القلق وإزاي تقلليه خطوة بخطوة. فلو الموضوع قريب منك أو حاسة، تابعيني في الفيديوهات الجاية، لأن لسه الكلام عن القلق كتير جدا. أنا مي رفعت. سلام عليكم.